علم ويكم فلبي سؤال دايم أدور له جواب. ليش صار من الصعب نفرح لغيرنا؟ واحد نجح، نقول واسطة، واحد اشتهر، نقول صدفة، واحد اشترى سيارة، نقول أكيد فلوس حرام، بس نادر ما نقول مبروك تستاهل. صارت حياتنا مقارنات، نشوف صورة نقارن شكلنا، نشوف إنجاز نقارن حياتنا، وننسى نعيش، ننسى نفرح، ننسى نحمد ربنا. أنا مو مثالي ولا أحي من برج عاجي، بس حبيت أذكركم مثل ما أذكر نفسي. افرح للناس حتى يفرح لك رب الناس. لا تخلي قلبك يصير أسود بسبب ترند، ولا تخلي عينك تغوار من رزق مو مكتوب لك. كل واحد يأخذ رزقه، بس اللي يفرح لغيره يرتاح أكثر من الكل. تعرف شنو أحلى شعور؟ لما تشوف شخص تعب ونجح وتفرح له كأنك أنت اللي نجحت، مو لأنك ضعيف، بس لأن قلبك نظيف. الحقد ما عمره بنى أحد، بس المحبة تفتح لك أبواب ما كنت تحلم بيها. الدنيا دوارة، واليوم غيرك يفرح، بس بارئ أن تفرح، والناس تبين شنو نيتك وقتها. فاسأل نفسك كل يوم: هل أنا مرتاح مع نفسي؟ هل أنا راضي؟ ولا أعيش أراقب غيري وأنسى أعيش حياتي. ترى محب يخذو رزق غيره، ولا فرحة غيره تنقص من فرحتك، بس الحسد يسحبك لتحت وأنت ما تدري. لهذا صفي قلبك وخلك بسيط. قول مبروك قول الله يوفقه، وإذا شفت واحد أحسن منك تعلم منه، لا تكرهه. تدري شنو الفرق بين الناجح والمستسلم؟ الناجح يشتغل بصمت، والمستسلم يتفرج ويعلق. فأنت اختار، يا تبني حياتك يا تعيش تنتقد حياة غيرك. وكان معكم فلبي، كملت الباريكور، بس الكلام جوه ما خلاص. نشوفكم في الفيديو الجاي.